انا عندي سؤال وعندي طلب. اتفضلي. انا عايزه اسلم على الشيخ الاول. ازيك يا سيدنا الشيخ؟ الله يخليك يا رب، ربنا يحفظك. الله يخليك ويحفظك لينا والبرنامج الحلو ده. الله يسعدك يا رب. الله يخليك. انا هقول الطلب ولا السؤال؟ الاثنين. طيب اقول الطلب. والنبي يا استاذه دعاء عايزه اسيب رقم لحضرتك، لان انا هقول يعني نص السؤال والتاني ما ينفعش على الهوا، فممكن يعني اكلمك بعد الهوا، تكلميني بعد الهوا او اكلمك بعد الهوا. سيبي رقمك. حاضر اسيبه في الكنترول بعد ما اقول سؤالي. ايوه. طب والنبي ما يقفلوش عليا. لا مش هيقفلوا، هياخدوا رقمك. اقول سؤال سيدنا الشيخ. اتفضلي يا فندم. بص يا سيدنا الشيخ، انا وقع عليا ظلم كبير، واللي ظلموني يعني الحمد لله يعني ربنا وراني فيهم. بس يا سيدنا الشيخ انا قلبي مش مسامح. يعني اي حد يعرف المشكله دي، انا مش هقول مين، انا هكلم الاستاذه دعاء باذن الله بعد الهوا او تكلمني. كل اللي يشوفني يقول سامحي، يعني اقرب الناس الي. اقول ايه يعني؟ ممكن اسكت واعيط، مش قادره يا سيدنا الشيخ اللي انا اسامح من قلبي، علشان اللي انا اتظلمت كتير. بس انت يا هدى بتقولي ان ربنا وراكي فيهم. ايوه بس يعني برضه الظلم وحش يا استاذه دعاء. طبعا. يعني مش قادره. في ناس يقولوا لي والله العظيم زيك كده، انا شفت والله العظيم، بس مش قادره، قلبي مش قادر ينطقها. حتى لو لسان نطقها للناس ده هي ارجع اقول استغفر الله العظيم يا رب. انا مش قادره من قلبي. اقرب الناس الي يا استاذه دعاء. ماشي حبيبتي. اقول لك اسيب رقمي وبقول لك هتعرفيني اللي انا شايله ازاي او اللي انا مش قادره اسامح ازاي. ماشي يا حبيبتي ماشي. يعني التسامح هو التسامح جميل، بس مش كل حد بيقدر عليه. يعني خلينا نقول المسامحة نوع من أنواع الابتلاء، ربنا بيبتلي العبد، وربنا يعني سبحان الله عارفة مش كل حد يقدر على إنه يسامح، وبالتالي رب العالمين سبحانه وتعالى ما قالش كل الناس تقدر تسامح، لكن ربنا قال لما تكلم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين من باب الحث. يعني أنا بقول لك ممكن تسامح، فأنا لو أنت سامحت فأنا هعمل معاك 1 2 3 4 ومن ضمنها اللي أنا هحبك. ده طب هل هو فرض على الإنسان؟ هو ليس فرض على الإنسان، بس مش أدام الحمد لله هو مش فرض عليا اللي أنا سامح فأنا أتمادى في اللي أنا فيه، بالعكس، لأن عدم المسامحة تصيبك أنت بالأمراض. في بعض أمراض الدنيا ممكن تصيبك لا قدر الله بالضغط، ممكن تصيبك بالسكر، ممكن تصيبك باكتئاب، ممكن الشيطان يبدأ يدخل بقى في دواخل النفس كده ويعمل بقى مسألة الحقد والغل والحسد والحكاية والرواية، كل ده عشان أنت مش مسامح. لكن أعمل إيه؟ في استراتيجيات لقضية إزاي أسامح الناس، إزاي أتدرب على قضية المسامحة واحدة واحدة. كان سيدنا علي بن أبي طالب عنده غلام كده يتعلم عليه الحلم، يعني على سبيل المثال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ده كلام سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فأنت تعمل إيه؟ تبدأ تحاول إن أنت تدرب نفسك. طيب رب العالمين قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، دي معناها إيه؟ معناها إن الصفات دي مكتسبة. يعني ايه مكتسبه؟ يعني تقدر الجاهل يقدر يعلم نفسه، فانا بكتسب صفه اهو. اللي هو غضوب يقدر يتعلم الحلم، فده صفه مكتسبه، وهكذا. فانا بقول لحضرتك حاولي ودربي نفسك، والله يحب الايه؟ والله يحب المحسنين.